في بعض المشاكل الفنية داخل فريق النادي الأهلي. المشاكل الفنية دي موجودة من فترة، مش وليدة اللحظة يعني. مش هي بسبب الكابتن عماد النحاس، هي موجودة من مدة مع مارسيل كولر. بس ظاهرة قوي في الماتش اللي فات، وكان ظاهرة قبل كده. بس أنا بتكلم في الوقت ده بالذات عشان نلحق نتدارك هذه المشاكل، عشان احنا داخلين على معترك تاريخي اللي هو كأس العالم للأندية اللي هيتلعب في أمريكا في شهر 6 الجاي. فنلحق نتلافى هذه العيوب عشان المدير الفني الجديد يجي نقدر نشتغل ايه عليها. فمن ضمن المشاكل مشكلة البيلد اب. النادي الاهلي عنده مشكلة خطيرة جدا 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 في الخروج بالكرة والتحضير اللعب من الخلف يعني. لما بيجي يخرج بالكرة بيبقى الكرة بتبدأ مع الشناوي، بيديها لربيعة او داري. الفرقة المنافسة بتبدأ تضغط عليك وبتبدأ تقفل يعني منافذ خروج الكرة. فبالتالي لازم لعيب من نص الملعب ينزل زي مروان عطية، وكمان بينزل لعيب معاه اللي هو رقم 8 اللي هو السولية، والمفروض ان هو كمان امام عاشور. او كنت بتخرج الموسم اللي فات عن طريق محمد عبد المنعم وعلي معلول. الكرة بتروح ناحية محمد عبد المنعم ويبدأ يخرج ناحية علي معلول، عشان دول الأكثر جودة في الخروج بالكرة، مع مروان عطية بينزل يستلم. الموسم ده في عدم وجود علي معلول وعدم وجود محمد عبد المنعم، فالدنيا دي باظت وما عادش النادي الاهلي قادر يخرج بالكوره. وحاطط لكم بعض اللقطات كده من مباراه الاهلي وبتروجيت بتبين قد ايه ان في مشكله في الخروج بالكوره. وكل مره تخرج عند مروان عطيه فبتتقطع، فبنضطر نلعبها طويله من الشناوي او من ربيعه لقدام، نكسر بيها كل الخطوط. ودوت في الكوره او في الكوره الحديثه مش نافع يعني، مش طريقه كويسه جدا. انت بتخسر الكوره فيها بسرعه، وفي نفس الوقت ما تقدرش تتحرك او تقدر تبني هجمه منظمه. النقطتين او الهجمتين الوحيدين اللي احنا قدرنا نخرج بيهم في الكوره وكملنا الهجمه ووصلنا لغايه المرمى المنافس، ان انا لعبت الكوره من ورا، بس اللي نزل استلمها هو امام عاشور. كوره لعبها بشمال وطلع بيها كوكا اللي وصلت لغايه المرمى عندنا عند الفريق المنافس، وطاهر حطها بدماغه. والكرة التانية ان امام عاشور برضو نزل هو واشرف بن شرقي، الاتنين الاكثر مهارة والاكثر تحكم في الكرة، هم اللي بيخرجوا في الكرة. الكرة العالمية كلها بتشتغل على هذا الاساس. لو اتفرجنا على فريق زي ريال مدريد، فاللي بيخرج بالكرة في اثناء وجود مودريتش في الملعب هو مودريتش، يا اما بيلينجهام، مش تشاومي او كامافينجا خالص. الاتنين دول ما يخرجوش بالكرة، دولهم ان هم بيقطعوا الكرة ديستروير، يعني بيقطعوا الكرة ويسلموها اللي جنبهم وبيكملوا مع الهجمة. لو بصينا على مانشستر يونايتد، فاللي بيخرج بالكرة هو برونو فرنانديز هو الافضل في الخروج بالكرة، عشان كده هو بينزل في اوقات كتير تحت نص الملعب عشان يخرج بالكرة. لو بصينا الناحية التانية عند برشلونة برضو، فنلاقي اللي بيخرج بالكرة هو بدري، مع العلم ان ديونج ده ممتاز في الخروج بالكرة وجيد جدا في التحكم في الكرة، بس اللي بيخرج بالكرة ساعتها هو بدري. وقيس على كده كل الفرق العالميه، اللعيب اللي هو الاكثر مهاره والاكثر رؤيه والاكثر في التحكم في الكوره هو اللي بينزل يستلم، وهو اللي بيخرج بالكوره، وهو اللي بيتحكم في رتم الخروج بالكوره. ما بنلعبش كوره طويله او بنرجعها للجون ما بيبقاش قدامه فرصه غير انه يلعبها طويله، ولما توصل طويله بيبقى الفرصه للمدافع افضل من المهاجم. فيا ريت نحسن من الجوده ديت ونقدر نعالج اخطائنا عشان نلحق كاس العالم للانديه، لان المدير الفني اللي هيجي مش هيلحق يطور او يعالج اخطاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.